مرحبا حبايبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله رب تكونوا بخير. اليوم فيديو ظريف خفيف لطيف، عبارة عن معلومات جديدة. هذا نازل بالآلدي، نباتي بيشبه البقلاوة بس مو بقلاوة، هيك جواته مثل الكاسترد. تعال خانم، نقيت هي باقة الورد بدها إياها. كيس الشيبس، هذا الكيس الصغير صار يسوى عنا بألمانيا 100 يورو تقريبا. فالناس اللي مفكرتنا عايشين بألمانيا يعني عم نقطف المصاري مثل ما بيقولوا من الشجر. بيعيننا الله. الحمد لله رب العالمين على كل حال، عنا سقف، عنا أكل، عنا تدفئة. وتسلطوا بدهم كولا صغيرة، فجبت لهم هدول الكولا الصغيرة، بس طبعا هن يعني ممنوع يشربوها كلها، في مناسبات، في حالات، في كذا، فكل وحدة بتشرب لها نص كاسة، لا أكتر ولا أقل. بس مشان ما يزعلوا، هدول كتير بحبهم للمدرسة، أنا حطيتهم على برنامج حلال زلال، فطلعوا حلال الحمد لله. وهدول كمان حطيتهم على برنامج حلال زلال، كمان طلعوا حلال الحمد لله. للناس اللي عم تحكي انه هدول صار فيهم حشرات وما فيهم حشرات، لا ما فيهم شيء لسه الحمد لله رب العالمين. هذا صوص البندورة كتير كتير بيحبوه مع المعكرونة وهالشغلات هي. هذا كريم الثوم كمان من الألدي، كمان حبيت أنصحكم فيه. كان في عرض على اللبن الإكس إكس لارج. هدول بسكوتات كمان زوجي بيشربهم كل يوم الصبح مع القهوة، ما بيغيرون، صار له من وقت ما دخل ألمانيا لهلا. شفت هذا البخاخ بالليدل عم بيقولوا إنه من زيت الزيتون، فراح أجربه وأقلكن رأيي فيه. وجبت لهم هاي بطاطا. بصراحة يعني هذا الفيديو صار له فترة، بس جربتها للبطاطا قليتها مع الصوص اللي ما طلعت كتير طيبة. مو غالية كتير، يورو. بقدونس كمان صار عنا بالليدل، وهي كان عليها عرض. البقلة طيبة يعني. هدول مع العروض شايفين، بس هدول 100.